السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم اللي رايحه نشاركها معكم هي اوبرجين فارسي بلا فيونداشي، وسهله بزاف البنات. طريقه سهله بزاف وتجي بزاف بنينه. يعني باش نغيروا شويه في الاطباق اللي نديروهم. نخليكم تتابعوا معايا المقادير البنات وطريقه التحضير. اول حاجه نحتاجو الباذنجان نقسمه على زوج، يعني كل حبه نقسمها على زوج. هنا الكميه اللي حبيتوها البنات ديروها. انا هنا درت غير زوج حبات باذنجان، قسمتهم على زوج، ومن بعد قسمتهم هكذا بهذه الطريقه باش نطيبهم في الفوغ، باش يطيبوا تمتم وباش يجوني ساهلين من بعد كي نخويهم. يعني رايحه نخويهم بكل سهوله، يتنحى كلش وحده غير بالمورفه. يعني هذه باش تسهل العمليه باش نحوها من بعد. هنايا البنات رايحه ندير شويه زيت زيتون مع شويه توم، بودره تاع الثوم. اللي ما عندهاش بودره تاع الثوم تقدر دير الثوم العاديه سنينه ولا زوج. وهنايا ضفت شويه ملح وشويه اعشاب بروفونس، لي زيرب دو بروفونس، اللي هي زعتره والحبق والاوريغانو. عفوا البنات، هنا بالبانسو رايحه ندير هكذايا من الفوق باش نكه الباذنجان. يعني رايح يعطي له بنه هكذا، ونحطهم في الفوغ البنات، يعني بلا ما نغطيهم بلا والو. نخليهم يطيبوا، رايحين يطيبوا تمتم. نحطهم على 180 درجه ونخليهم يطيبوا يعني حتى يطراو. من بعد نحيهم ونكملوا الوصفه. هنا بعد ما حطيتهم في الفوغ يطيبوا، رايحه نوجد لا فارس اللي نديرها من الداخل او الحشو. هنا في مقله حطيت شويه زيت، حطيت حبه بصل مقطعه هكذايا صغير، نخليها حتى تقلى مليح ويدبل البصل. من بعد نضيف له انا هنا درت نص حبه فلفل حلو، يعني الاحمر. وانتوما يعني على حساب الكميه تاعكم تقدروا ديروا حبه ولا تضعفوا المقادير. نخليها تقلى شويه مع البصل، من بعد نضيف لها حبه طوماطيش تاني مقطعه صغير هكذايا. انا درت حبه كبيره، ونخليهم يزيدوا يتقلاو مع بعض. هنا رايحه نضيف لها حوالي ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره، ورايحه نضيف لها الثوم بودره مع شويه ملح. وهنا الثوم بودره البنات اللي ما عندهاش تقدر دير الثوم العاديه. ورايحه نضيف اعشاب بروفونس، رايحه تنكه لي لا فارس هاديه. ونخليهم يتقلاو على نار قليله. هنا البنات ضفت كميه تاع اللحم، رايحه نخليه يطيب مع الخليط. نحلو مليح هكذايا لا فيونداشي تاعنا واللحم مرحي، يعني باش ما يبقاش محبب. نحلو مليح. ومن جهه اخرى رايحه نخوي الباذنجان بعد ما طابوا. كما راكم تشوفوا البنات يعني تنحى فاسيلمون من يعني من الداخل يتنحى تمتم. فوالا نخويهم كامل، ورايحه نقطعوا
نقطعوه صغير باش نضيفوه للخليط. كما شفتوا البنات قطعته كامل صغير هكذايا بالموس، رايحه نضيفوه للخليط تاع اللحم مرحي باش يزيد يطيب معاهم، يتنكه فقط، يعني هو راهو طايب. رايحه نخليهم يتجمروا مع بعض، ومن بعد نطفي على لافاغس. هنا البنات لافاغس كنت زدت لها شويه فلفل كحل وشويه قرفه مع شويه ملح، وهنايا في الاخير ضفت شويه معدنوس يابس، يعني تقدروا ديروا فخي. وهنا كنت حضرت لا بيشاميل اللي درتها معكم من قبل بالكركم، تجي بزاف بنينه البنات، ودرتها خفيفه باش الباذنجان يجي خفيف، يعني ما نحسوش بالباذنجان ثقيل. يعني سبقت شويه بيشاميل من التحت، يعني في القاع، وعمرتهم بلا فاخس اللي حضرناها مع بعض. نعمرهم كامل. وهنا البنات ما حبيتش يعني نخليهم هكذاك، حبيت ندير كل واحد ولا باغ تاعو في دي مول هادوما انديفيديوال، يعني كل واحد وحده راح يعطيه اون فالور لهاد الباذنجان. وحتى دراري يحبوا، يعني كي تحطي لهم بيان يحسوا روحهم راهم في الريستورون. انا نهضر على ولادي يحبوا كي نحط لهم بيان. فوالا البنات كيما شفتوا لا بيشاميل درتها خفيفه، يعني درت شويه برك حوالي كاس حليب، ودرتها خفيفه كيما شفتوا. دي بتي مورسو هكذايا تاع الجبن، ضفتهم في الاخير زوج حبيبات برك، ومن بعد درتها كامل فوق الباذنجان، وحطيت فوقه جبن مبشور او فخوماج غابي. وهنا اللمسه تاعي البنات في الاخير، نحب كي نغراتيني الحاجه نزيد لها البابريكا اللي هي الفلفل احمر حلو، ايبيس يعني، نزيدو من الفوق راح يعطينا هذاك الاحمرار شباب بزاف هكذا. ونحطهم غير يتحمروا من الفوق ونقدمهم. البنات كنت شاركت معكم هاد لي مول في الجروب تاعي في الفيسبوك، يعني البارح حطيت لكم الصور وكنت قلت لكم، يعني سقسيتو كامل منين شريتهم وكامل. شريتهم من اكسيون، يعني اللي ما على بالهمش ولا اللي ما راهمش في الجروب تاعي في الفيسبوك جابوهم في اكسيون. شريت 6 منهم، جابوهم 99 سنتيم البنات. فوالا بعد ما طابوا البنات تحمروا مليح، خداو اللون ذهبي، راهم واجدين معنا كيما راكم تشوفوا. يعني منظر جميل وذوق اجمل، بزاف بنان. صدقوني البنات ان شاء الله تجربوا الوصفه، يعني كيما شفتوا سهله بزاف وتجي بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم في الجروب تاعي، سامية كويزين جزائرية في بلجيكا. البنات نشكركم كامل، شكرا لكم. نقول لكم تهلاو في روحكم، استنوني في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.